يا حور، انا جبت لك هديه، شوفيها وقولي رايك. ايه ده؟ الله، وريني بقى انت جايب لي ايه. ايه ده يا احمد؟ مش هي دي الحاجه اللي انا كنت قايله لك عليها، وبعدين مش هو ده البراند اللي انا اصلا طالباه في الميك اب. بصراحه بقى هديه مش حلوه خالص. ده بدل ما تقولي لي كتر خيرك على الهديه اللي انا جبتها لك، ده انا تعبت ولفيت عليها. ده انا المفروض حتى لو مش عاجباكي تقولي لي كتر خيرك يا حبيبي على اللي انت عملته. ده انا لفيت الشوارع عشان اجيب لك حاجه تليق بيكي. هو مش انت جوزي برضو؟ وبعدين حقي عليك تجيب لي الحاجه اللي انا عايزاها بالظبط. اظن دي اقل حقوقي كزوجه، وانا مش هقبل باي حاجه عشوائيه. وانت لو كنت مهتم بجد كنت اهتميت باللي انا قلته، او على الاقل جيت سالتني. انا مش مهتم. ده انا لو ما كنتش مهتم ما كنتش جبت لك حاجه. انا تعبت عشان اجيب لك الحاجه دي، وانت اصلا من ساعه ما اتجوزنا مش عارف مالك، دايما عايزه عايزه عايزه، وبتعب عشان اعملها لك يا ستي وما قصرتش معاكي في حاجه. عيد ميلادك كل سنه بيتعمل في نفس الوقت، عيد جوازنا بنهتم بيه وبنخرج مع بعض، حتى اهلك بعزمهم كل مره في نفس الوقت. مالك يا حور في إيه؟ انت المفروض تكوني راضيه اكتر من كده، كلامك ده غلط. وانا مش هقبل باقل من كده. انا اصحاب البنات جوازاتهم بيجيبوا لهم هدايا غاليه جدا، مش بيجيبوا لهم اي حاجه ويقولوا لهم خدي هديه اهي. وانت يا حبيبي لو مش قادر قول، بس ما تجيش تقول عليا انا اللي جحده.